يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتيني جدا. النهارده حبيت اقول لكم على طريقه الرز البسمتي، وكمان ازاي يطلع معاكي مفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولونه حلو جدا بدون جزر وبدون طماطم وفي منتهى البساطه. وكل سنه وانتوا طيبين، بقى داخلين على رمضان، عزوماتنا كتير ودايما بنحب العزومات بيبقى فيها رز بسمتي. النهارده لايك وشير واشتراك لهبه تي في، ويلا بينا بقى مع بعض نبدا الحلقه. اول حاجه عندي هنا حله على النار، حطيت فيها حوالي كده كوب صغير من الزيت. طبعا اهم حاجه نوع الزيت يكون ممتاز. نزلت على طول ببصله كبيره مبشوره، انا مقطعاها هنا بالسكينه، او ان انت تبشريها بالمبشره عادي جدا. هسيب البصله كده على النار ما بين 7 ل 8 دقايق. يعني انا مش هخليها تحمر، بمجرد ان هي يدوبك تدبل كده هنبدا بقى ان احنا نضيف التوابل بتاعتنا. انا هنا كنت مجهزه عود من القرفه مقطعاه كده لقطع صغيره، عندنا ورق من اللورة، وكمان عندي ليمون مجفف. هنبدا بقى مع بعض ان احنا نشوحهم مع البصله. في ناس بتختلف معايا، يعني بتحط الاول الزيت وبعد كده تحط التوابل بتاعتها زي الليمون وعود القرفه وتديله تشويحه وبعد كده نحط البصل. ده او ده بيمشي الاتنين، اي حاجه من الاتنين او من الخطوات دي بتمشي عادي جدا. هنبدا بقى ان احنا نضيف الرز بتاعنا. انا هنا عندي نص كيلو من الرز البسمتي اللي هو الحبه الطويله ده. كيلو الرز البسمتي ده ب50 جنيه، انا جايبه النص كيلو ب25. النص كيلو حوالي كده كوبين كبار من الاكواب اللي هي الشوب دي وربع، يعني كوبين وربع من الاكواب بتديكي نص كيلو من الرز البسمتي. تمام كده. نزلنا بقى بالرز كده بعد ما كنا غاسلينه ونعينه كويس قوي من الميه، وهنديله تشويحه بسيطه جدا على النار، وبعد كده نضيف الاضافات بتاعتنا. عندي هنا معلقه كبيره من الملح، عندنا كمان معلقه كبيره من بهارات الرز البسمتي، دي موجوده عند العطار، يعني قولي له اديني البهارات اللي هي بتضاف للرز البسمتي. بيديكي كده ب5 جنيه ب10 جنيه، المهم ايه؟ يعني جربي اي حاجه فيها كده توابل ايه، زي كده مكعب من المرق، توابل بسيطه جدا. لكن طبعا دي ما بتعملش اي لون في الرز، فاحنا عشان نصفر اللون بتاعنا ونديله اللون اللي احنا دايما بنحبه في الرز البسمتي، فهنبدا بقى ان احنا نجيب الزعفران. بديله كده نص معلقه صغيره جدا، يعني النص معلقه دي هيديها لون حلو او اللون المظبوط. فضفت عليهم بقى الزعفران كده او كركم، لو موجوده عندك كركم فمفيش اي مشكله. هقلبه بقى مع بعض كده كويس جدا حوالي 5 دقايق على النار، وبعد كده بقى هنضيف الميه بتاعتنا. نص كيلو الرز بياخدوا 4 أكواب من المية. انا ضفت هنا اول كوب. اهم حاجه ان الميه كمان تكون سخنه ما تكونش بارده، يعني انا مسخناها وببدا بقى ان انا اضيفها. ده تالت كوب كده. هقلبه بس كده، وبعد كده هبدا اضيف الكوب الرابع. يبقى كده اتاكدي ان الرز بتاعك هيستوي مظبوط جدا، لا ناقص حبايه ولا ناقص ميه ولا كل الكلام ده. بدأت بقى ان انا هسيبه بقى واغطيه على النار كده، ما ياخد ما بين 15 ل 20 دقيقة على النار. الرز البسمتي بياخد ما بين 15 ل 20 دقيقة على النار. بعد 10 دقايق على طول ببدأ ان انا اوطي عليه النار شمع جدا، واسيبه ال10 دقايق المتبقيين على النار لحد ما يشرب تماما المية بتاعته بالشكل ده. كده الرز بتاعنا ما شاء الله استوى تماما، اخد بالظبط 20 دقيقة على النار. هقول لكم بقى على حاجة، اللي هيقول لي انت ليه بتكسري عود القرفة؟ دايما عود القرفة بيتحط سليم. انا فعلا كنت بحطه سليم، لكن صدفت مره عندي كنت بعمل رز بسمتي وما كانش عندي عود قرفه، فلقيت يعني قطعتين 3 متكسرين. لكن لما بجد عملت بيهم الرز لقيت ان الريحه حلوه جدا. بيفرق قوي لما تكسري عود القرفه كده وبيطلع كل اللي فيه في الرز، فريحته بتبقى حلوه جدا، نكهته بتبقى ممتازه. جربوه بس بالطريقه دي، وكده كده بيشتغل تماما، يعني بيشتغل بيبقى معدودين كده، وتقدري ان انت تشيليهم بايديكي او بالمعلقه. هنا بقى الرز هنغرفه ونقدمه بقى في اي اطباق انت حابه تقدمي فيها. بجد فلفل جدا، طعمه حلو قوي، ريحته قلب الشقه. طبعا رمضان جاي ودايما بنعمل العزومات والمشويات، دايما ما بتنفعش الا بالرز البسمتي. هنا لونه حلو قوي، لو حابه ان انت تخليه فيه 3 الوان فتبداي ان انت تسيبي الرز ابيض تماما، وبعد ما بيستوي كده او بتطفي عليه النار بتجيبي حبه من الزعفران الاحمر والاصفر، وبتبداي ان انت تعملي لهم خطوط كده على الرز، وبعد كده بتقلبيه بيديكي ال3 الوان. حلو جدا بجد وطعمه ممتاز قوي، تسويه مظبوطه. كمان الرز الحبه الطويله دي بيبقى طعمها حلو جدا. واتمنى ان شاء الله بقى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. لايك وشير واشتراك لهبه تي في. اشوفكم في حلقه جديده. باي باي.